إذا بدأ كلب يطاردك، كيف تنجو بحياتك؟ أولاً، سيحالفك الحظ غداً إذا ضغطت زر الإعجاب وتابعتني خلال 3 ثوان. كل عام في الولايات المتحدة يموت مئات بسبب هجمات الكلاب. إذا شعرت أن كلباً سيهاجمك، انظر إلى ذيله. إذا كان ذيله مشدوداً فإنه سيهاجمك. أولاً، عليك أن تعرف ما لا يجب فعله. إذا كان الكلب يقف أمامك مباشرة، لا ترتكب خطأ الهرم. يمكنك الركض بسرعة 15 ميلاً في الساعة فقط ولفترة قصيرة من الزمن، لكن الكلب سيلحق بك بسهولة ويعضك، إذ يمكنه الركض بسرعة تصل إلى 40 ميلاً في الساعة. لا تنظر في عيني الكلب أيضاً، هذا سيزيد من استفزازه لمهاجمتك. والأهم من ذلك كله، لا تصب بالذعر. الكلاب تستطيع استشعار خوفك، وهذا سيجعل مهمة مهاجمتك أسهل بالنسبة لها. لإنقاذ حياتك، أولاً ابدأ بالصراخ طلباً للمساعدة. إذا لم يأتي أحد، التقط أي عصا أو حجر تجده حولك. اجعل هذه الأشياء حاجزاً بينك وبين الكلب. تراجع ببطء دون أن تستدير، وابقى وجهك نحو الكلب. إذا هاجمك، استخدم ما بيدك للدفاع عن نفسك. إذا فشل كل شيء، أملك الأخير أن تركل الكلب.